السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. النهاردة جايلكم بوصفة حلوة جدا على قلبي، مكوناتها بسيطة وغالبا عندكم كلكم في البيت دلوقتي وهتقوموا تعملوها على طول. حرفيا بشوية مقادير صغيرة قد كده هتعملي حوالي 25 قطعة من ألذ وأجمل الحلويات اللي ممكن تعمليها. قوامها ناعم جدا وهشة وخفيفة وبتدوب في البق دوبان. تنفع قوي في المناسبات وأيام المدارس أو كتحلية بسيطة كده جنب الشاي والقهوة. انا حبيت اسميها حلوى القمر، مش بس علشان شكلها كيوت وزي القمر كده، لكن علشان طعمها بجد هيسحرك من اول قطمة. تنفع كمان لاي حد مبتدئ وبيخاف يعمل حلويات، خصوصا ان طريقة تحضيرها وتشكيلها سهلة وبسيطة جدا من غير اي ادوات. فلو انتي مبتدئة الوصفة دي بجد مفيش اسهل منها. يا ريت قبل ما نبدأ مننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وامان عليكي لو الوصفة عجبتك واستفدتي تدعي لوالدتي بالرحمة والمغفرة والجميع موتانا. اول حاجة هنبدأ نحضرها وهي البيض. هتحتاجي كده بيضتين ويفضل يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. يعني لو البيض عندك في التلاجة خرجيه كده قبلها بشوية علشان يوصل لدرجة حرارة المكان، وكمان يديكي نتيجة احسن. طبعا ما ينفعش نستخدم البيض من غير فانيليا. انا هنا استخدمت فانيليا سايلة. لو مش متوفرة كيس من الفانيليا العادية هيكون تمام جدا. ضيفي بقى الفانيليا على البيض وبعد كده انزلي عليهم بكوباية من السكر. انا استخدمت سكر تموين عادي جدا. فمش لازم يعني يكون السكر لونه فاتح او ناعم قوي، وصدقيني النتيجة هتكون روعة في كل الاحوال. ابدأي بقى بخلط البيض مع السكر، سواء بقى بالمضرب اليدوي زي ما انا بعمل او حتى في الخلاط. لو حابة طبعا تسهلي على نفسك، بس انا اخترت اعملها معاكم بالمضرب السلك علشان ابين لك قد ايه الطريقة سهلة وبسيطة. نفضل بقى نضرب لحد ما الخليط يبقى لونه فاتح كده وقوامه ناعم والسكر يدوب تماما. اول ما نوصل للمرحلة دي هتنزلي كده بنص كوباية من الزيت، وممكن كمان يعني تقسمي الكمية وتخليها ربع كوباية زيت وربع كوباية سمنة. السمنة طبعا هتديكي طعم غني اكتر يعني هتخلي الخليط اخف واطرى معاكي، بس انا حبيت اعملها معاكم وتكون اقتصادية. اخلطي بقى المكونات كويس جدا وخلي بالك كده الزيت لازم يندمج تماما علشان يعني ما يفصلش جوه الفرن من الحلوى. وزي ما قلت لك كل مره او كل ده ممكن تعمليه في الخلاط لو حابه تختصري وقت، بس انا حبيت اوريكي ان الطريقه يدويا سهله جدا ومش هتاخد منك اي وقت. بعد ما يعني ما تخلطي بقى المكونات كويس هتلاحظي ان يعني ان القوام بتاعها كده بدأ يبقى يعني فاتح وناعم، وكمان تقيل شويه زي خليط الكيك بالظبط، وده المطلوب. دلوقتي بقى هنيجي للدقيق، وانا هستخدم نفس الكوبايه اللي عايرنا بيها الزيت والسكر علشان كمان تضمني ان المقادير بتاعتك كلها متناسقه. هتحتاجي كده كوبايتين ونص من الدقيق، ويفضل يكون دقيق متعدد الاستخدامات، بس اهم حاجة طبعا لازم يعني تنخليه كويس جدا، ده ضروري كمان علشان يعني يديكي نتيجة خفيفة وهشة. زي ما شفتي شكل الحلوى في اول الفيديو كانت هشة ما شاء الله، مرتفعة وجميلة جدا. بعد كده بقى يعني بعد ما هندخل الدقيق، هنيجي بقى للنشا. انا هنا استخدمت يعني نص كوباية من النشا علشان النشا ده هيديها قوام ناعم وبيدوب في البق اكتر. طب يعني لو مش متوفر بقى النشا مفيش مشكلة، نقلل الكمية ونزود كمية الدقيق، بس صدقيني النشا بيفرق جدا في القوام وكمان الطراوة. يبقى كده المكونات الجافة عندنا كوبايتين ونص دقيق وعليهم نص كوباية من النشا. طيب هنزود عليهم معلقة صغيرة كده مليانة من البيكنج باودر، وضروري برضو تنخليها كويس علشان ساعات بيكون في تكتلات صغيرة كده في البيكنج باودر، فمش بتدوب بسهولة في العجين. طبعا مش هننسى كمان رشة ملح حوالي كده ربع معلقة صغيرة، والملح هنا بيوازن طعم السكر وكمان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اخلطي بقى المكونات الجافة كلها كده مع بعضها، الزيت والسكر والبيض، واول ما تلمي العجينة بايدك كده يعني هتلاقيها او هتحسيها بتتجمع بسهولة. طبعا مش محتاجة عجن ولا اي مجهود، كل اللي عليكي هتلميها كده يعني اطراف صوابعك لحد ما الدقيق بقى كله يبدأ يختفي. طيب لو حسيتي بقى ان هي بتلزق في ايدك ممكن تزودي معلقة او معلقتين كده صغيرين من النشا او الدقيق، علشان ده كمان بيختلف من نوع دقيق للتاني. في طبعا يعني دقيق بيشرب السوائل بسرعة، وفي نوع تاني كده بيحتاج كمية أقل. انتي اكيد طبعا هتحسي بالنظر وبالإحساس هتعرفي هي محتاجة او لا. وده بقى القوام المظبوط للعجينة. خدي منها قطعة كده بإيدك واختبريها، لو لقيتيها مش بتشقق منك وفي نفس الوقت مش بتلزق في ايدك يبقى كده تمام جدا. هتلاقي فيها نسبة بسيطة كده من التلزيق، بس طبعا تقدري تتحكمي فيها بكل سهولة، وده مهم علشان ما تكونش ناشفة بعد التسوية، فبلاش تعجنيها جامد او تنشفيها زيادة بالدقيق. هنجهز بقى الصينية اللي هنشتغل فيها، وطبعا ندهنيها بدهنة سمنة كده كويسة او زبدة علشان العجينة كمان ما تلزقش فيها.
ولو عندك ورق زبدة وعايزة تستخدميه يبقى مش هتدهني الصينية بتاعتك. ببدأ بقى كده أكور العجينة. خدي قطعة كده صغيرة يعني حوالي 30 جرام بالنظر كده، يعني قد الليمونة الكبيرة شوية. هتبدأي تلينيها في ايدك كده وبعدين تكوريها شوية بالشكل ده. حطيها بقى في الصينية على طول. وطبعا لو حابة تعمليها بحجم أصغر شوية هتطلع لك كمية أكبر، ممكن توصل ل35 قطعة أو أكتر كمان، لكن أنا عاملاها بحجم متوسط، والحجم ده هيطلع معايا حوالي 24 أو 25 قطعة يعني من الحلوى. حاجة مهمة برضو وانتي بترصيها في الصينية، خلي فيها مسافة كده ما بينهم، علشان لسه طبعا حجمها هيتضاعف علشان احنا حاطين بيكنج باودر. طبعا هكور الكمية كلها بنفس الطريقة، ونيجي بقى للخطوات اللي هتديها شكل يعني مميز وجميل جدا. هنعمل فتحة كده خفيفة في نص كل واحدة علشان كمان هنحط فيها مربى او شوكولاتة، اي حشو بقى انت بتحبيها. استخدمي بقى اي اداة مدورة عندك كده، بس طبعا قبل ما تستخدميها ادهنيها بحاجة بسيطة كده من الدقيق علشان العجينة ما تلزقش فيها، وكمان تطلع نظيفة من غير ما تشقق العجينة وتبوظ شكلها. اضغطي كده ضغطة خفيفة في النص، بس طبعا من غير ما توصلي للآخر. ممكن كمان تستخدمي ظهر المعلقة الصغيرة أو حتى صباع ايدك، مفيش مشكلة هيديكي نفس الشكل. خلصت كل الكمية بنفس الطريقة وما شاء الله كلهم أخدوا شكل موحد وكيوت جدا. طبعا التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتفرق جدا في الشكل النهائي. وفي الوقت ده هتشغلي طبعا الفرن على درجة حرارة 170 من تحت بس. هتدخليها على الرف اللي في النص لحد ما تتحمر من تحت. بتاخد من 15 ل 20 دقيقة مش أكتر من كده، علشان طبعا ما تنشفش منك. خلي بالك عشان لو قعدت وقت طويل في الفرن هتاخد لون غامق وفي نفس الوقت هتنشف وتعضم منك. ده طبعا على حسب قوة الفرن بتاعك. أول بقى ما تاخد لون ذهبي من تحت كده، شغلي طبعا الشواية من فوق تاخد لون ذهبي خفيف خالص. هي مش بتاخد لون يعني ذهبي من فوق زي من تحت، لا هي بيكون لونها من فوق خفيف ومن تحت هي اللي بيكون لونها ذهبي. خلصت الكمية اللي باقية بنفس الطريقة ما شاء الله ودخلتها الفرن. الكمية دي عملت معايا يعني صاج ونص زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله اخدت لون ذهبي جميل جدا من تحت، ومن فوق كده لونها فاتح وخفيف. وعايزة اقول لكم الريحة بتاعتها بجد تحفة ومغرية جدا. هتلاحظوا كمان فيها تشققات خفيفة كده زي الكوكيز بالظبط، ده دليل ان هي مظبوطة جدا من جوه. اهم حاجة عينك عليها بقى وقت ما تدخليها او ما تفتحي عليها الشواية، علشان زي ما اتفقنا مش بتاخد لون من فوق خالص. تعالوا بقى اوريكم شكلها بعد ما خرجتها من الفرن. شايفين ما شاء الله جميلة ازاي، وتسويتها حلوة جدا وكلها اخدت لون كده وتسوية وحجم قد بعض. ما شاء الله بجد لونها موحد وجميل، والتسوية بتاعتها مظبوطة كأنها من محل حلويات. عايزة اقول لكم بجد حرفيا والله بدون مبالغة ريحتها جميلة جدا وقلبت البيت كله. اول بقى ما تطلعيها كده من الفرن لازم طبعا يعني تسيبيها تهدى وتبرد خالص وهي جوه الصينيه، فما تستعجليش عليها خالص علشان لو شلتيها وهي لسه سخنه ممكن تتكسر منك او تبوظ. طيب نيجي بقى بعد كده لمرحله التزيين، طبعا كلنا بنستنى المرحله دي. وانا استخدمت مربى التين، ده طبعا اختياري، انت ممكن تستخدمي مربى فراوله مش توت او حتى نوتيلا طبعا لو بتحبي طعم الشوكولاته. كمان ممكن تسيحي شوكولاته خام وتدهني بيها الوش، هتديها لمعه وطعم حلو قوي. المهم دهنتها كويس كده بالمربى من كل اتجاه عشان كمان الطعم يبقى موزع كده في كل قطمة. وبعد كده بغمسها بقى على طول في جوز الهند المبشور. طيب لو مش بتحبي برضو او مش من محبين جوز الهند، استخدمي سوداني محمص مطحون بيديها قرمشة خفيفة وطعم جميل قوي. كمان لما هتدهنيها برضو بالمربى هيخليها كده يعني سواء بقى اي تزيين هتحطيه عليها هيلزق بكل سهولة. ممكن كمان تاكليها يعني سادة كده، انا ما زينتش طبعا الكمية كلها لان ما شاء الله هي جميلة، ويعني ما شاء الله تاكل نصها من قبل ما زينها. زي ما انتم شايفين تزيينها سهل وبسيط ومفيهوش اي حاجة تشوفيها صعبة ومعقدة، بس بجد طريقتها سهلة وبسيطة، وانا متأكدة انها تعجبكم او هتعملوها دايما. انا هنا استخدمت بقى سرنجة كده صغيرة من اللي بستخدمها في المطبخ، مليتها كده مربى وحطيت في النص كده علشان تدينا الشكل القمر الجميل ده. عايزة اقول لكم لما تجربوها هتلاقوها احلى من الحلويات البيت اللي بنعملها بشكل اساسي، وكمان هتبقى من حلوياتكم المفضلة. بجد سهلة وموفرة وهتعجب الصغار والكبار كمان. طبعا مستنية تعليقاتكم الحلوة اللي زي قلوبكم، واكيد مستنياكم ترجعوا تكتبولي على الطعم والريحة. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وكمان اشتراك في القناة علشان توصلكم كل فيديوهاتي وتشوفوني على طول. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.